السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. الحلقه ديال اليوم فيها واحد التوضيح اللي هو مهم بزاف واللي خاصني نديرو. فكيف ما شفتي في العنوان ديال الحلقه ديال اليوم، ففي هذه الحلقه هذه بغيت ندير واحد التوضيح بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدفعوا باش انهم يكملوا الدراسه ديالهم في الجهه ديال كيبيك في كندا، ولكن بغاو انهم يستافدوا من القانون الجديد اللي دار ولا اللي دارته الجهه ديال كيبيك. يعني انه القانون كيقول ابتداء من الشهر ديال 9 يعني الدوره الخريفيه الجايه، فالطلبة الأجانب غيكون عندهم حق أنهم يستافدوا من أنهم يقراوا بنفس الثمن بحالهم بحال الطلبة الكنديين. ولكن كاين واحد الحاجة اللي خاصنا نعرفوها، واللي بزاف ديال الناس في التعاليق اللي اشاروا ليها، واللي صراحة بزاف د المرات كنقولها ولكن يمكن ما كتفهمش بطريقة اللي هي صحيحة. شنو هو أنه هذا القانون اللي دار فهو ماشي لكافة الطلبة الأجانب اللي غادي يجيو. يعني انه الناس اللي غادي يجيو باش انهم يقراو وهما طلبه اجانب فممكن انهم يستافدوا من هذا القانون، ولكن بشرط. الشرط هو انه الجامعه هي اللي غادي دير الانتقاء ديالهم. يعني سواء الا كانت معهد اللي كيدير السيوجيب او لا معهد اللي كيدير الدراسات الجامعيه يعني الجامعه، فهما اللي غيكون عندهم الحق باش انهم يختاروا العدد ديال الطلبه او الطلبه اللي غادي يستافدوا من هذا القانون هذا. واخا يحيى هادشي هذا شنو كيعني؟ هادشي هذا كيعني انه هي بحال الشكل ديال المنحه، ولكن كيف ما كنعرفوا فالمنحه كيكون العدد ديالها اللي هو قليل يعني محدود لواحد الدرجه اللي هي كبيره. ولكن بالنسبه لهذا القانون هذا فمفتوح لبزاف ديال الطلبه الاجانب باش انهم تكون عندهم فرصه باش انهم يستافدوا من الدراسه، انهم يقراو في كيبيك، يعني انهم يقراو بواحد الثمن اللي هو منخفض بحالهم بحال الطلبه الكنديين. درت في واحد الحلقه مقارنه ما بين القانون، يعني فاش غيطبق هذا القانون هذا، فدرت واحد المقارنه كيفاش غادي يولي الثمن انطلاقا شنو كيخلص طالب كندي وشنو غيخلص ولا شنو كيخلص طالب اجنبي، وشفنا انه واحد الفرق اللي هو كبير بزاف. يعني مثلا من 3000 دولار كتولي حتى ل 1500 ولا 1200 دولار كندي، اللي هي تقريبا واحد المليون ولا مليون ونص تقريبا مغربيه. اذا كيف ما قلت فالسؤال دائما اللي كيبقى يتطرح شنو هما المعايير اللي ممكن انه يكونوا فيه انا كطالب باش انه الجامعه يعني تختارني باش انني نستافد من القانون اللي مديور في الجهه ديال كيبيك، يعني انني نقرا بواحد الثمن اللي هو منخفض بحالي بحال الطلبه الكنديين. اذا اخر نقطه، لانه طفات الباتري وراكم عارفين داكشي اللي كيوقع فاش كتكون كتصور، كلشي اللي كيوقفك باش انه تصور كيوقع، ولكن احنا معاهم. هذا الفيديو هذا غيدار باش نقولوا لصحابنا والخوتنا اللي كيتفرجوا شنو خاصهم يعرفوا على الحوايج باش انهم يستافدوا من القانون ديال كيبيك. المهم اخر نقطه اللي قلتها، وراني رجعت شفت الفيديو لانه الصراحه نسيت، فاخر نقطه اللي قلتها هو انه شنو هما المعايير اللي كيخليوك باش انه تستافد من، نسميوها ماشي منحه ولكن باش تستافد من هذا القانون هذا. اذا اول حاجه اللي غنقول هو انه من بين المميزات ولا الحوايج اللي غيخليوك انه دائما غتستافد من هذا الشيء ولا عندك حظوظ اكثر، هو انه تكون عندك واحد النقطه اللي هي مزيانه. اذا النقاط دائما كنهضر عليهم، واخا كيبقى يطرح السؤال واش 16 مزيانه واش 15 مزيانه واش 14 مزيانه، فشخصيا كنقول انه اكثر حاجه ولا كل حاجه اللي كتفوت 12 و 13 يعني كتفوت مستحسن، فكنظن انها ما فيها حتى شي مشكل، وانه ما خصكش تضيع الفرصه وانه خاصك تدفع. من بين المعايير واحده اخرى هو انه الامتحانات ديال اللغه، يعني انه انت الامتحانات ديال اللغه كيفاش دوزتيهم، يعني النقطه ديالك كيفاش كانت، واش كانت واحد النقطه اللي هي مزيانه ولا لا. ايضا من بين المعايير هو انه كيفاش عمرتي ديك الابليكيشن ديالك، يعني كيفاش هضرتي على راسك، الا كان مطلوب منك واحد الموتيفيشن ليتر، الريكومنديشن ليترز اللي كانوا مطلوبين منك واش جبتيهم، لي غولفي نوت ديال السنوات اللي فاتوا، المواد اللي كيركزوا عليهم كيفاش انت داير فيهم، يعني امور بحال هادو. وصراحه ما نقولكش هادو هما كل المعايير، لانه بزاف د المرات كنشوف حتى في التعاليق انه ناس كيقول لك انه دفعنا ودرنا هادشي كامل، ولكن بعض المرات ما كيتقبلوش. وصراحه هنا كتقول ما عرفتش، ولكن كنظن ان هادو هما المعايير، يعني غير بالعقل. الا كان شي واحد اللي الابليكيشن ديالو ولا التقديم ديالو كان زوين بزاف، انه كاع داكشي اللي طلبوه منه كان حاضر، وانه كاع الامور اللي خاصو يديرها دارها، وانه بطبيعه الحال واحد الطالب اللي كيبان انه طالب اللي هو مزيان او طالبه اللي هي مزيانه، يعني انه داير داك التخصص اللي مطلوب منه، انه النقاط في داك التخصص كانوا ديما مزيانين. فصراحه غير بالعقل ما كنظنش انه كاين شي سبب اللي غيخليك باش انه ما تقبلش، الا كان شي سبب بحال انه مثلا دفعتي معطل، انه ما عطيتش الوقت ديالك الكافي لهذيك الابليكيشن، او الا كانوا مشاكل بحال هادو. اذا بالنسبه للمصاريف ديال الجامعه، فالا كنتي غتستافد من هذا القانون فغادي يكون عندك تخفيض، يعني انه انت كواحد مستفيد من هذا القانون هذا فمباشره فعاود ما غادي يقولوا لك انه خاصك تخلص مثلا 3000 دولار، غادي يقولوا لك انه انت خاصك تخلص غير 1500 دولار.
بزاف د المرات كيطرح السؤال على الفلوس، يعني انه فاش غادي نقدم الفيزا واش خاصني نبلوكي. اذا درت بزاف ديال الابحاث، يعني شفت في بزاف د المواقع وشفت حتى في فيديوهات اللي داروهم ناس واحد اخرين، فكنشوف انه كاع الاغلبيه كيهضر انه ما كايناش شي حاجه سميتها بلوكاج، يعني ما كتبلوكيش هذاك الكونت، ولكن غير خاصك تجيب واحد الغولفي. ان خاصنا نفرقوا ما بين شنو هو تبلوكي الكونت ديالك وانه يكون عندك غولفي. فتبلوكي يعني انه هذوك الفلوس ما يمكنش تستافد منهم نهائيا، يعني انهم عند البنكه وانت مبلوكيهم باش دير بهم واحد الحاجه معينه. هذا هو الفهم ديالي، يعني انه كتبلوكيهم اما باش انه تستافد منهم شي حاجه او لا باش انه بغيتي دير بهم شي حاجه. ولكن الغولفي ديال البنكه فهو فقط كتبين يعني شهاده من عند البنكه كتبين لك انه انت شنو عندك في هذاك الاكونت ديالك، يعني شحال ديال الفلوس فيه، شحال كتصرف منه، واش فيه واحد القدر اللي هو كافي ولا لا. فكتكون هذه الورقه هذه هي فقط غير كنوع من الدعم، يعني انه كتدعم بها الابليكيشن ديالك وكتبين انت اولا ولي ولا وليه الامر ديالك، يعني الناس اللي غادي يتكلفوا بك، فكيبينوا انه راهم قادرين انهم يتكلفوا بالمصاريف ديال الجامعه ديالك. كتبينها فقط انه كضمانه، ماشي حتى كضمانه، ولكن كتبينها فقط غير كمعلومه انه هذا السيد هذا الا قلنا له يخلص هذا القدر هذا فهو قادر انه يخلصه، وهو او عائلته او الناس اللي متكلفين به فما عندهم حتى شي مشكل انه يخلصوا هذا القدر هذا. واحد القضيه اللي خاصني نقولها لك مادام اننا كنهضروا على الفلوس، والصراحه واخا نعيا نقولوا فالفلوس راهم مهمين، فاللي خاصك تعرف هو انه الا استفدتي من التخفيض هذا فكنقول لك انه كتكون عندك واحد الفرصه كبيره باش انه ما تحتاجش انه شي واحد يخلص عليك، لانه كيف ما قلت فبزاف د المرات كتكون عندك فرصه انه تحصل على وظائف ديال الطلبه الجامعيين. وفاش كتحصل على وظائف ديال الطلبه الجامعيين فكتكون عندك فرصه انه اولا تكلف بالمصاريف ديالك، وعلاش لا حتى انه تجمع الفلوس باش انه تخلص المصاريف ديال الجامعه. فكيف ما كنقولوا انه من بين الحوايج الزوينه في الدراسه في كندا ولا في الولايات المتحده الامريكيه الى غير ذلك، انه انت كطالب كتكون عندك واحد الفرصه ديال انه تخدم مثلا 20 ساعه فاش كيكون عندك الفصل الدراسي، يعني في الوقيته ديال القرايه. هادشي بالنسبه لكندا، ولكن كتكون عندك في العطل او في العطله الصيفيه انه ممكن تخدم حتى 40 ساعه، وهادشي هذا غادي يعاونك انه توفر بزاف ديال الفلوس. المهم بطبيعه الحال هو انه تركز في القرايه ديالك وتركز في الدراسه ديالك هي الاولى، ولكن كنشوف بزاف ديال الناس كيقدروا يوفقوا بيناتهم بجوج، خاصه اذا كان عندك واحد الطموح كبير انه انت تخدم وتخلص المصاريف ديالك، يعني بلا ما تعول على حتى شي واحد. وبالتوفيق والنجاح الا درتيها في راسك راك ان شاء الله غادي تنجح في الدراسه وتخلص المصاريف ديالك ودير كل شيء، غير هو خاصك تكون ديغوردي وكابابل، او لا نفس الشيء راه كينطبق على الاناث باش ما نقولكش راني كنميز ولا شي حاجه. حتى نتوما نفس القضيه، يعني انه اللي خاصك تعرف هو انه ممكن تعتمد على راسك وتكلف بكافه المصاريف ديالك، او لا الا بغيتي تركز فقط غير على الدراسه ديالك وكانت الظروف فهي مواتيه فممكن بطبيعه الحال العائله ديالك او الناس هما اللي غادي يتكلفوا لك بهذه المصاريف هادو، وانت اللي عليك غير انه تقرا وتحصل على الدبلوم، وان شاء الله تحمر لهم الوجه ديالهم كيف ما كنقولوا، تحمر لهم الوجه ديالهم بالقرايه ماشي بشي حاجه واحده اخرى. ودابا بعد هذا الفيديو هذا راه ما كنظنش انه شي واحد عنده الحق يقول لي واه ما كتهضرش على التخفيض انه راه ماشي للناس كاملين، واه ما كتقولناش انه التخفيض راه ما كيستافدوش منه كاع الناس اللي كيقدموا. انا كنقولها بالبونط العارض كيف ما كيقولوا المصريين، راه القانون اللي كيدار في الجهه ديال كيبيك فهو كيتعطى على انطلاقا من اختيار، يعني انه الناس اللي غادي تختاروا في هذا القانون هذا، الجامعات اللي غادي تختارهم، يعني الجامعات اللي غادي تدفع لهم، الجامعات اللي كيطبق عليهم هذا القانون هذا اللي كاينين في الجهه ديال كيبيك، او لا لي زانستيتو يعني المؤسسات اللي كدير السوجيب، او لا المعاهد ديال الدراسه الى غير ذلك اللي كيكونوا داخلين في هذا البروغرام هذا، فهما اللي كيختاروا الناس اللي واش ممكن يستافدوا من هذا القانون ديال التخفيض ولا لا، انطلاقا من مجموعه ديال المعايير. يعني انت غادي تقدم الابليكيشن ديالك وغادي تعطي المعلومات ديالك كاملين، وفي نهايه المطاف فهما غادي يقولوا لك واش استفدتي من التخفيض هذا ولا لا. الا ما استفدتيش منه مع الاسف غتخلص المصاريف ديال واحد طالب اجنبي، يعني انه تخلص المصاريف كاملين. ولكن الا استفدتي من هذا القانون هذا فبرافو عليك وتبارك الله عليك، فغتخلص غير النص او لا غتخلص بحالك بحال طالب كندي اللي هو كيكون تقريبا واحد الثمن اللي هو مناسب جدا وجدا بزاف. المهم انا في هذه الحلقه هذه جاوبت على كل شيء، ولكن اكيد غيكونوا اسئله داكشي علاش خليهم لي لتحت وان شاء الله غادي نجاوبك. انا راني عارف راني معطل شويه في الاجوبه، ولكن والله الا كندير جهدي كامل باش نجاوب على كل شيء، خاصه اننا تبارك الله راه كتخليو اسئله وان شاء الله كنحاول انني نجاوب عليهم كاملين، ان شاء الله نقدر انني نجاوب على كل شيء. ايضا ما تنساش انه دير واحد سبسكرايب وتفعل الجرس، لانه مازال غنجيب لك بزاف د المعلومات عندهم علاقه بهذا الموضوع هذا.
يعني الدراسه في كندا، المنح، الدراسه في الخارج، شنو الحوايج اللي غيكونوا مطلوبين منك، شنو خاصك دير، شنو ما خاصكش دير. المهم كاع داكشي اللي غتقلب عليه غتلقاه عندك هنا في هذه القناه هذه. داكشي علاش خاصك دير واحد السبسكرايب وتفعل الجرس، خلي لي واحد الاعجاب باش هذا الفيديو هذا يوصل للناس واحد اخرين. وانا اللي عليا غنجيب لك المعلومه، وانت اللي عليك راه خاصك تدعمني. هادشي اللي كاين. يلا هادشي اللي كاين، غنشوفك في الحلقه الجايه. تهلا في راسك، ولكن اي سؤال خليه لي لتحت وان شاء الله غادي نجاوبكم بسلامه. والله يعاون بالتوفيق والنجاح. قبل ما نمشي، ضروري خاصك تدفع، ما تضيعش الفرصه، لانه ما غادي تخسر حتى شي حاجه، وغتكون انه جربتي. الا ما صدقاتش هي هذيك، ولا صدقات غتربح بزاف ديال الحوايج، وراك عارف شنو غادي تربح بلا ما نحتاج نقول لك. بسلامه والله يعاون.